السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني كتير قوي. طبعا انا غبت عليكم الفترة اللي فاتت بصراحة يا جماعة. حاسة ان انا مليت قوي، وحاسة ان انا بصراحة بعمل حاجات يعني ما بتعجبكوش برضو قوي، يعني انتوا مش مشجعيني، فعشان كده قلت ايه اريح فترة، بعد من كده ارجع لكم تاني ان كنتوا انتوا طبعا حابين تشوفوا فيديوهاتي. تعالوا بقى نشوف احنا بنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، وعيد سعيد علينا جميعا، ويا رب تجعل الايام علينا هنا وخير وسعاده. طبعا انتوا شايفين بقى عاملين روتين حلو كده للعيد. كل سنه وانتم طيبين. لو تلاحظوا طبعا ان السرير بتاعي كان الجنب ده، وانا غيرت السرير، حبيت اعمل تغيير وحبيت احس كده ان براحه نفسيه. طبعا كل ما تجددي في شقتك، كل ما تغيري الحاجة من المكان للمكان، تحسي براحة نفسية اكتر، تحسي ان انت مرتاحة طبعا اكتر، تحسي ان انت عملتي حاجة فعلا. طبعا طقم السرير ده كان جاي جديد، وانا كنت طبعا عايناه، فقلت لا لازم اطلعه بقى يوم العيد. بس للاسف لو انتم ملاحظين معايا زي ما انا ملاحظة، بفتح الطقم بتاعي لقيت مفيش فيه الا كيس واحد بس مخدة، يعني الوش التاني ما كانش موجود خالص. فزعلت اوي للاسف بقى، فقعدت ادور على حاجة تمشي مع السرير، فملقتش الا دي بس. طبعا انتوا شايفين حبيبة بتساعدني، حبيبة حابة تشارك معايا طبعا الفيديو، وحابة تساعدني، عشان انتوا عارفين ان مليكة شقية جدا وما بتسكتش. هتقولولي فين الدولاب؟ الدولاب جوه يا جماعة، انا حاطاه طبعا بعيد عن السرير، حبيت اعمل تغيير خالص. ان شاء الله هغير الاوضه دي خالص، يعني مش هغيرها ان انا اجددها، لا انا هدهنها واغير شكلها بس. حاجات بسيطه بس فيها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. طبعا ربنا يوعدنا يا رب ونزور الكعبة كلنا ان شاء الله كده. طبعا كلنا نفسنا كده نروح كده ونزور النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف الكعبة. ربنا ان شاء الله يتقبل منا ويوعدنا جميعا، وربنا يرزقنا بزيارته ان شاء الله، ويحقق لنا اللي نفسنا فيه. قولوا امين يا جماعة. استنى تكتبولي في التعليقات كده وتقولولي امين. يعني حبيت اشتري بقى كل حاجة كده من الشقة. لو تلاحظوا هتلاقوا الدنيا بقت رايقة تماما، والجو بقى هادي جدا. يعني انا ما عملتش بقى الروتين بتاعي ده من زمان والتغيير. قلت لا هغير. انا اشتلت الصور بتاعتي الكبيرة اللي كانت محطوطة في الشقة كلها، وطبعا كنت حاطة صورة اختي الله يرحمها، ادعوا لها طبعا بالرحمة. فاشتلت بقى الصور دي كلها، وقلت لا اما نشتري بقى الصور كده ونعمل تغيير تحس براحة نفسية اكتر. عايزة اقول لكم اصلا ان كتر الصور والحاجات دي والدباديب مش حلوة في المكان خالص. فطبعا اللي عنده صور زي حالاتي كده ودباديب وحاجات اشتريها. خففي الدنيا عندك كده، هتحس براحة نفسية اكتر. شفتوا بقى انا فرشت الحافظة. طبعا احنا دخلنا في جو الصيف بقى، والجو بقى حر، فاشتلنا بقى الستاير وحطينا حاجات بسيطة بس خالص، يعني حاجات رقيقة خالص كده. بس على البلاط ما نحبش نسيب البلاط فاضي كده، يبقى شكله مش لطيف، تحس ان الشقة مهجورة. لكن انت لما تضيفي حاجات بسيطة خالص تديكي منظر حلو وحاجة رقيقة. انا حطيت بقى طبعا السجادة دي لقيتها كبيرة، رجعت اشتلتها تاني، وحطيت سجادة تانية صغيرة عشان دي كانت كبيرة، ورجعت طبعا غيرت تاني. لو تلاحظوا انا بحب اوي الاباجورة ديت بتسرج، بس هي فصلت. حبيت اوريكم ان هي بتعمل كام لون كده. بقالها 15 سنة عندي والله يا جماعة. خشيت بقى على المطبخ بتاعي. طبعا المطبخ كان مكركب بطريقة صعبة، يعني شوفوا يا جماعة، انا عايزة اقول لكم ان كان منظر المطبخ وحش قوي. انا طبعا مقصرة معاكم في الفيديوهات، هوريهولكم في الفيديو الجاي وتقولولي المنظر بتاعه عامل ازاي. مسكت بقى المطبخ بتاعي، روقته ونضفته وظبطته وفرشت شقتي تماما وخلتها مية مية. يا ريت انتوا كمان تقوموا تعملوا الروتين بتاعنا زي اللي انا عملته ده. إيه غسلت بقى الرخامة بتاعتي جدا، لان طبعا الرخامة كانت وحشة قوي. وغسلت طبعا الحوض، وغسلت الشفاط، وغسلت كل حاجة كانت عندي مش مظبوطة غسلتها. عملت بقى روتين جامد كده المطبخ. الفيديو الجاي ان شاء الله هتشوفوا منظر المطبخ. انا حبيت اقصر لكم بس في الفيديوهات عشان خاطر انتوا ما تزهقوش وتقولوا لي ايه رايكم. وتشوفوا بقى الفطار بتاعي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا كنا صايمين ال10 ايام دول، صايمينهم كلنا. فهوريكم بقى الفطار بتاعي.
ويا رب بقى الفطار يعجبكم، ما تقلّسوش يا جماعة، دي حاجة بسيطة. شوفوا بقى منظر المطبخ بعد ما شطّبته، شوفوا يعني هو كان لسه مكركب كده يا جماعة، كان لسه مكركب، المَيّة كانت قطعت طبعًا وجات، والحنفية أنا كنت فاتحاها، فقفلت الحنفية، شِلت الكولمن بتاعي من مكانه، غيّرت برضه عملت شوية تغييرات كده، وحطيت طبعًا مكانه الطبّاقة بتاعتي، حطيتها هنا مكان الكولمن، حبيت أغيّر برضه أعمل ديكور حلو كده، أحس إن أنا عملت مجهود. غسلت بقى البوتاجاز، غسلت الشفاط بتاعي، غسلت الحيطة، غسلت الفرشة بتاعة المطبخ، عملت تغيير جامد، يعني عايزة أقول لكم إن أنا عملت مجهود، يعني تعبت أوي طبعًا، بس أنا قسّمت لكم الفيديوهات، ما حبيتش إن أنا أطوّل عليكم الفيديو، تشوفوه إن شاء الله في الفيديو الجاي. أنا كده بقى كنت أنا خلاص تعبت أوي، قُمت قالعة الطرحة بتاعتي. كنت تعبت خلاص يعني، لإن أنا كنت عاملة الشقة كلّها مع بعضها. شوفوا بقى الشكل النهائي بتاع المطبخ، ده بعد ما أنا ضبّطت المطبخ بتاعي. قولوا لي لو في أي حاجة، طبعًا الشفاط أنا غاسلاه وحاطاه ينشف، لو في أي حاجة يا جماعة قولوا لي، عرّفوني، يعني اكتبوا لي طبعًا وقولوا لي المطبخ لسه مكركب والّا إيه. هو طبعًا مكركب شوية بسيطة، بس عجبني شكله جدًا، وحسيت إن أنا عملت مجهود حلو. وده طبعًا الفطار بتاعي، طبعًا أنا كنت صايمة. عملت بقى القمرة اللي انتم شايفينها ديّة، وشوية شبار صغيّر كده يا سلام! يعني عايزة أقول لكم كان فطار. الأكلة دي ب100 جنيه بس، يعني العشوة بتاعتي دي أو الفطار بتاعي ده ب100 جنيه. عايزة أقول لكم بقى شوية السمك الحلوين ده وشوية الرز المفلفل وطبق السلطة ده، أحلى أكل يا جماعة ممكن تاكلوه. انتم كمان جربوه، السمك ده جميل جدًا وطعم، وكل سنة وانتم طيبين. وده كان الشكل النهائي بتاعي، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واشوفكم بأحسن حال. وده بقى طبعًا شكل الصالة بعد ما أنا غيّرتها، نضفتها طبعًا لإن كانت مكركبة جدًا، هتشوفوها برضه في الفيديو الجاي. وقولوا لي إيه رأيكم في شكل الشقة بتاعتي. أنا مغيّرة الكنبة يا جماعة، قولوا لي لو الكنبة هنا أحلى أسيبها، لو مش حلوة أرجّعها تاني مكانها. وده بقى شكل الصالة بتاعتي بعد ما خلّصتها. إني طبعًا شِلت الصور، شُفتوا يا جماعة، أنا شِلت الصورة الكبيرة، شِلت البرقع بتاعي. كل سنة وأنتم طيبين، وأشوفكم في فيديو جديد، أشوفكم على خير.